أنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم في الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد. وإذا أعجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دوراتنا. البيتكوين، ماذا لدينا في البيتكوين؟ البيتكوين نحن الآن في هذا الصعود، موجة دافعة، تصحيح، موجة دافعة. من أول يوم قلنا هذه الموجة غير طبيعية، سنحتاج تقفيلا لها، وبعد ذلك سيصعد البيتكوين لكسر القمة. الآن إذا نظرنا إلى آخر موجة عفوا، هل لدينا نقص بالزخم أو زيادة بالزخم؟ لنرى بين هذه الموجة وهذه الموجة. هناك زيادة في الزخم، مما يعني أن ذلك المشتري أو ذلك البيج بوي الذي حضر في منطقة التحضير هاته هو بيج بوي قوي، لأنه لديه نطاق هنا. بيج بوي قوي، بيج بوي قوي. طيب، إذا الآن بما أنه عندي زيادة في الزخم الشرائي، إذا أردت البيع أحتاج إلى زيادة في الزخم البيعي، وإذا أردت الشراء أحتاج إلى تصحيح. ما أقصده وأنه الآن أنا لازلت في البيتكوين ووقت خسارتي على منطقة الدخول. إذا أردت البيع أحتاج أولا أن يكتمل هذا التصحيح هكذا، موجة دافعة، تصحيح، ثم أريد موجة دافعة أخرى زيادة في الزخم، ثم تصحيح لأبحث عن البيع. إلى أين؟ إلى كسر القاع 24888 دولار. هذا هو هدفي، هذا للبيع. إذا نحتاج إلى زيادة في الزخم البيعي ثم تصحيح للبحث عن البيع. وهذه نسميها كونتر أتاك، استراتيجية الكونتر أتاك، الهجمة العكسية. طيب، للشراء أحتاج إلى نموذج. لدي الموجة الأولى ونحن الآن في الموجة الثانية. إذا ارتدت هذه الموجة إلى 80 90% 100% وعادت، سيصبح هذا نموذج به 3 موجات، به موجة أولى دافعة، به موجة ثانية تصحيحية، وبه موجة ثالثة دافعة. وهنا سأبحث عن الصعود من هذه المنطقة حسب كيف سيكون هذا النموذج. هل سيكون رانين فلات، هل سيكون ريجولار فلات، أو هل سيكون expanding فلات، على حسب. الكونتراكتين نحن لا نتداوله ولا نحب تداوله، لكن لدينا طريقة لتداوله، لدينا استراتيجية. إذن الآن في المنطقة اللي احنا فيها الآن عدة سيناريوهات محتملة، لذلك أنا محول وقت خسارتي إلى بريك إيفن. إذا نزل بزيادة في الزخم ثم تصحيح، هذا للبيع، وسنقول خلاص هذا كان تصحيح كبير لكل هذه الموجة. لاحظوا معي، لكل هذه الموجة تصحيح، نزول أخير. إذا صحح، إذا كان هذا رنين وصحح هنا، سنقول أنه خسارتي إلى بريك إيفن. إذا نزل بزيادة في الزخم ثم تصحيح، هذا للبيع، وسنقول خلاص هذا كان تصحيح كبير لكل هذه الموجة. لاحظوا معي، لكل هذه الموجة تصحيح، نزول أخير. إذا صحح، إذا كان هذا رنين وصحح هنا، سنقول أنه لازال هناك صعود وانتهت هذه الموجة هنا، قمة القاع، تقفيل هذه الموجة، هذا رنين، وهذا هو الصعود الأخير لكسر القمة. إذن سأحاول التعزيز مرة أخرى هنا إذا أتيحت لي الفرصة، لكن حاليا ليس هناك لا شراء ولا بيع. حاليا يجب الانتظار لنرى ما الذي سيحدث هنا الآن. إذا نظرنا إلى فريم 15 دقيقة سنجد أنه بدأنا بالتصحيح. هذه موجة أولى، ثم هذه موجة شوي قوية. قد تكون هذه الموجة أولا تقفيل لهذه الموجة، يصعد البيتكوين ثم يعود يعطينا التقفيل هذه الحركة ثم يصعد مرة أخرى، وهكذا سيكون قد ارتد بنسبة 90%، قد يصعد أكثر قليلا، يكسر القمة أو لا، ثم يعود. وهنا البحث عن الشراء. سكالبين، يمكن البحث عن تداول سكالبين للبيتكوين في هذه المنطقة صعودا لكسر القمة، هذه القمة يمكن إذا أتيحت فرصة وإذا عندك استراتيجية. تعرفون نحن لا نعطي لا نصائح مالية ولا توصيات ولا نصائح استثمارية، نحن نعلمكم كيفية التحليل. إذا الآن على المدى الطويل ليس هناك أي شيء
ننتظر. يجب أن ننتظر. هناك زيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة، مما يقول لي قد يكون فقط تصحيح للصعود، إلا إذا حصلنا على زيادة في الزخم العكسي ثم تصحيح حدا للنزول. لكسر هذا القاع فقط. بعد كسر القاع سيكون هناك مشكل. بعد كسر، إذا كسر القاع، هذه موجة قوية، قد نحصل على تقفيل لها ونزول كذلك، ممكن كذلك. القاع فقط. بعد كسر القاع الطويل ليس هناك أي شيء، يجب أن ننتظر. يجب أن ننتظر. هناك زيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة، مما يقول لي قد يكون فقط تصحيح للصعود، إلا إذا حصلنا على زيادة في الزخم العكسي ثم تصحيح حدا للنزول. لكسر هذا القاع فقط. بعد كسر القاع سيكون هناك مشكل. بعد كسر، إذا كسر القاع، هذه موجة قوية، قد نحصل على تقفيل لها ونزول كذلك، ممكن كذلك، ويصبح هذا تصحيح كبير لكل هذه الموجة للصعود أكثر. إذا هناك تعقيدات قادمة في البيتكوين إخوتي الكرام. إذا كنت غير ضابط لتحليل الموجة بريس أكشن أدعوكم إلى الاشتراك حالا إذا أردتم احتراف هذه الطريقة. إذا الآن كل ما علي فعله هو انتظار. إذا زاد في الزخم وصحح، هذا للبيع أكيد باستراتيجيات. إذا بدأ يصحح وصعد ارتد بنسبة 80-90% أو حتى 100 أكثر من 100%، سأحتاج إلى تقفيل لهذه الموجة هنا، وبعد ذلك سنبحث عن الشراء من هنا على الأقل لكسر هذه القمة، وبعد ذلك نرى ما الذي سيحدث. هل سيستمر في الصعود لكسر هذه القمة مرة أخيرة قبل النزول أو لا؟ لماذا نريد البيتكوين أو نقول أنه ممكن يصعد؟ لأن هذه الموجة سيتم تقفيلها، وبعد ذلك سنبحث عن النزول لكسر هذا القاع، لكسر مستوى 15237. هل هذا يعني أننا في المستقبل نتوقع نزول البيتكوين لكسر هذا القاع؟ أيوة نعم، ممكن يعود ل $15,000 ممكن. ومنذ أن تم كسر هذا القاع ونحن نقول سيكون هناك تقفيل لهذه الموجة، سيكون هناك تقفيل لهذه الموجة، بالفعل حصلنا على هذا التقفيل، انتقل من 15,000 إلى 30,000، أكثر من 100% أو أكثر من 200% صعود. فقط الآن نريد أن نكمل بنية هذه الموجة في الصعود قبل البحث عن النزول، لأنه ليس هناك، لا زال لم يحدث ذلك التلاعب. نحتاج إلى ذلك التلاعب لنقول أن هناك نزول. كما تلاحظون دائما التحليل الموجي يثبت قوته يوما بعد يوم. إذا أردتم احتراف هذه